لما تيجي تدخل في ستارت اب، ايه اكتر حاجه بتدور عليها قبل ما تحط فلوس؟ يعني الشخص ده اديني كده، انت كنت بتقول لي اديكوا كده روشتة. سكور خلينا كارد. نسميها روشتة، سكور كارد. سكور كارد، بس الناس قالت لك انجليزي ومش هقول انجليزي. هقول لك لا روشتة ليه؟ لا الاستثمار. السكور كارد او الروشته روشتة بتاعه الاستثمارية. الاستثمار مهمه بصي، قوي، عشان بيفرق انا بتسال معايا السؤال ده اول كتير. حاجة الاشخاص، برافو. الفاوندرز. صح. درسوا ايه، عملوا ايه، انت مستريح معاهم، عارف تتعامل معاهم على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي. خلي بالك زي ما بقول لك، هي زي ما هي جوازه، انت الناس دي هتقعد معاها 5 7 10 سنين. اللي الانسان. هيفرق الانسان ده يفرق في اي مرحله للشركه، لو هي لسه في الاول خالص، او شركه حتى بقى لها 5 6 سنين شغاله، او شركه بقى لها 10 سنين. الشخص ده كده ولا كده، ده اول اساسمنت لازم تطمن انه انت حقيقي ده هتعرف تشاركه. ده انت هتحط فلوسك وهتتعامل معاه. لا بصي، في دايما قلتها اكتر من مره، ان انا بقى داخل انام حاطط راسي على المخده مطمن ان انا مدير الفلوس ده عامل 100% او 200%، عامل اللي يقدر عليه وزياده. النتيجه دي بتاعت ربنا بقى، نجح حقيقة. ما نجحش، بس هو اتليست عامل اللي عليه بنسبه 100%. برافو دي عليك. اكتر حاجه بتفرق معايا. صح. ومش كل مره تطلع صح على فكره، يعني ساعات ممكن تحس ممكن كان في باحساس الاول كده وبعد كده يبقى في تجانس ما بينكم، ممكن بعد يعني تفاجئ بالعكس تماما، والعكس صحيح برضو، انت حد افضل بكتير من ما انت كنت متخيل.